السلام عليكم على احلى مشاهدين. معكم اسماء في مطبخي مع اسماء. هنعمل النهارده لانشون الفراخ. هنعمله بصدور الفراخ بطريقه سهله جدا، طريقه حلوه. طبعا اللانشون الفراخ بالطريقه دي حلوه قوي. في ناس هتعجبها الطريقه وفي ناس مش هتعجبها الطريقه. يعني وفي اطفال هيحبوا الطريقه دي وفي اطفال مش هتحب الطريقه دي. بس هو اللانشون طعمه حلو قوي وصحي وكويس جدا ان شاء الله يعجب ناس كتير. فانا عايزاكم تجربوه لان في اطفال هتحبه وفي اطفال مش هتحبه. تمام. بس هو طعم حلو قوي وقريب قوي من اللانشون اللي بنشتريه من بره، يعني طعمه قريب من اللانشون اللي بنشتريه من بره. طبعا طريقته صحيه جدا وحاجه مضمونه. معايا هنا صدر فرخه. انا صدر فرخه كنت مقطعاه، يعني حوالي وزنت صدر الفرخه معايا طلع وزنها 400 جرام. فرمتها فرم ناعم. بعد كده هبدأ احط عليها معلقه صغيره من البابريكا، معلقة صغيرة من معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، حطيت معلقة من الفلفل الأبيض، وهحط نص معلقة من الملح. طبعا الملح عند الحاجة ما نكترش. وحطيت فصين من الثوم وحطيت حبهان 4 فصوص حبهان صحيح. طبعا الأفضل ان احنا نفرم الحبهان في المطحنة بتاع التوابل وبعد كده نحطه. تمام لو انت بتحبي، عشان هيبقى فيه قطع كده من الحبهان في اللانشون. عشان نتفادى القطعة دي احنا ممكن ان احنا نفرمه الاول في المطحنة وبعدين ننزل بيه. طيب معايا بقى هنا كوباية من المية. حطيت ايه على كوباية المية دي؟ حطيت 4 معالق من النشا ومكعب مرق الدجاج. تمام. ممكن تستغني عن مكعب مرقة الدجاج وتزودي شوية ملح. انا ما حطيتش ملح كتير في الفراخ عشان هحط مكعب مرقة الدجاج تبقى فيها ملح. طيب بعد ما فرمت بقى اللحمة، اديت فرم اللحمة كده مع التوابل، نزلت بيه كوباية المية اللي احنا حطينا عليها مرقة الدجاج وحطينا عليها النشا. هنزل بقى ب3 معالق كبار من الزيت. تمام. هبدأ بقى هفرم بقى الكبة كويس قوي. هفرم الفراخ كويس قوي في الكبة لحد لما تنعم معايا وتديكي كده قوام متماسك بس ناعم. تمام. معايا بقى هنا قالب. دي طريقة سهلة جدا ان انت تعملي بيها اللانشون وطريقة سريعة بدل ما تقعدي تلفيه في ستريتش. طبعا احنا ممكن نلفه في ستريتش وبعد كده تحطيه في ورق ألمونيا. بس انا بفضل الطريقة دي اللي هي طريقة القالب. بجيب اي قالب عندك موجود، بتحطي بتدهنيه زيت وبعدين بنحط ورق الزبدة. ورق الزبدة ده بيسهل عليكي خروج اللانشون بعد كده بطريقة سهلة جدا. بعد كده بحط بقى ايه اللانشون. زي ما انتم شايفين القوام بتاعه متماسك، مش قوام ناعم قوي، لا قوام متماسك معايا. بس في نفس الوقت يبقى ناعم معاكي جدا. تمام. يعني افرم اللحمه كده، افرم الفراخ لحد لما تنعم معايا خالص في الكبه مع الاضافات اللي احنا حطيناها. طيب هبدا بقى هسوي الوش كده زي ما انتم شايفين. بتسويه باي معلقه عندك او اي حاجه، او اي معلقه سيليكون او اي بلاستيكيه. وبعد كده بنبدا نحطه على النار. بجيب صينيه فيها ميه سخنه على النار بتغلي. طبعا هحط فيها القالب تكون الميه جايبه نص القالب معايا. تمام. وهبدا بقى هسيبها على نار متوسطه او نار هاديه. بياخد ساعه معايا على النار. بعد ساعه بنختبره بالسكينه، هتلاقيه السكينه طلعت معاكي نظيفه، يبقى كده خلاص استوى معايا. هو بياخد بالظبط الساعه على النار. وهنا بقى بعد الساعه سبته برد شويه. وبعد كده هبدا اطلعه. شايفين بيطلع معاكي ازاي بسهوله من القالب. هبدا بقى احوش ورق الزبده وهبدا ان انا هقطعه. طبعا ممكن نقطعه زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا، او ممكن تقطعيه كده على طول. بيبقى شرايح مستطيله وطويله وحلوه قوي، بتبقى حلوه قوي في السندوتشات. تمام. وممكن تقطعيه زي ما انا قطعته كده 4 ترباع، وكل ربع هقطعه زي ما انتم شايفين كده معايا شرايح طويلة. لا اما هقطعه بايه بالعرض زي ما هتشوفوا معايا كده. طريقة العرض دي حلوة قوي، بتديكي شرايح لو انت عايزاها شرايح عريضة شوية، يعني شرايح كبيرة شوية. تمام. فده بس حسب اختيارك انت بقى تقطعيه زي ما انت عايزة. بس فكرة القالب حلوة قوي قوي، بتسهل عليكي تقطيع اللانشون وبيديكي شكل حلو قوي وبيبقى سهل معاكي في ان انت تسويه وتطلعيه من القالب.
ولو مش حابه ممكن تلفيه بالستريتش زي ما قلنا. وبعد ما نلفه بالستريتش كويس قوي بنبدا ان احنا نقفله من على الجناب ونحطه في ورق ألمونيا. برضو بنقفله بورق الألمونيا بورقتين كده عشان نتاكد ان ما يدخلش فيه ميه. وبعد كده ببدا احطه في الميه السخنه تمام لمده ساعه برضو كده. خلاص بقى هقطع بقى الكميه كلها معاكم. ويا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله هتعملوا اللانشون ويعجبكم. دي طريقه صحيه جدا وطريقه حلوه قوي قوي باللانشون بالفراخ. ولانشون الفراخ بيبقى طعمه حلو قوي قوي وبيبقى قريب قوي. انا مش عايزه اقول لكم بيبقى زي الجاهز بس قريب قوي قوي من الجاهز، يعني طعمه قريب قوي من الجاهز وهينفعك قوي في سندوتشات المدارس. واشوفكم بقى في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.